السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا متابعيني؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. طبعا بقى انا جاي لكم بجولة تاني على السطح العزيز المقرب الى قلبي قوي، وفي الأوضة العزيزة عليا، يعني اللي بحبها، أوضة البط السوداني. أوضة البط السوداني. والبطة زي ما انتم شايفين انا بصوره لكم مرحلة مرحلة وهو بيكبر. طبعا هو كبر كتير يعني عن الفيديو اللي فات، اهو زي ما انتوا شايفين كده. اهو انا بوريه لكم هو كبر كتير عن الفيديو اللي فات. زي ما انتوا شايفين كده هو شكله عسلية كده زي ما انتوا شايفين. اهو بصوا كده، اهو بصوا كده شكله جامد اوي. هو طبعا في نتيان وفي تكورة، وطبعا اللي انتوا تلاقوهم صغيرين هما بيكونوا النتيان، انما التكورة اللي هما تلاقوهم مليانين كده. انا بصور لكم واحدة واحدة اهو عشان نتابع ونلاحظ هما يعني مرحلة التطور والحاجات بتاعهم، يعني واخدين بالكم انتم. وعايزكم بقى تقولوا لي ايه رأيكم فيها، وانا برضك هنعمل لكم فيديوهات كتير تانية نتابع فيها نمو البط، هو بيكبر ازاي وعامل ايه وبقاله كام شهر والكلام ده كله. يعني طبعا ده بط سوداني، عشان اللي ما سمعش الفيديو اللي فات يشوف، ده اسمه بط سوداني. وطبعا زي ما انتم شايفين كده، عارفين بقى اللي احنا رمضان داخل، وديكا البط بقى ب700 جنيه بقى، والدنيا بايظه، فلازم الواحد يربي بقى. ودي كمان كانوا طالعين عندي بقى، كان عندي بطه كبيره بيضه وطلعت لي دمر بقى، الحمد لله يعني. و حبيت برضك اللي انا اجي لكم وعاملين بقى كده، وايه اخباركم؟ زي ما انتم شايفين البط شكله عسل عسل عسل. انا كنت طالع له بالليل عشان اديله الكلفه بتاعته.